في قلب السوق الأمريكي واللي بيعتبر من أشرس أسواق الأكل في العالم، حصلت حاجة غير متوقعة، وهي إن رغيف العيش البلدي المصري اللي اتولد هنا في قلب القاهرة بقى دلوقتي حديث الصحافة الأمريكية، وبقى المنتج الأكثر طلبًا في محلات مشهورة في أمريكا. كيس فيه 5 ترغيفة بيتباع ب2.5 دولار، يعني حوالي 150 جنيه مصري، واللي هنا في مصر بيتباع بعدة جنيهات. الفرق فعلًا مهول، واللي وصل إن طن القمح اللي بيتباع عندنا هنا في مصر ب14.000 جنيه بيوصل في أمريكا لأكتر من 300.000 جنيه. يعني بمعنى أصح الأمريكان اتجننوا على العيش البلدي بتاعنا، بيقولوا عليه صحي ولذيذ وبيتعمل منه أي ساندوتش. في واحدة كتبت وقالت: إني لقيت العيش اللي كلت منه مع الفلافل في مصر. والسر هنا إن في شركة مصرية ذكية قررت تقدم تراث بقاله آلاف السنين بشكل حديث للعالم كله. القصة دي مش بس عن رغيف عيش، ولكن دي رسالة إن مصر عندها آلاف المنتجات ممكن تصدرها للعالم كله. من قلب القاهرة رغيف العيش المصري كتب فصل جديد في حكاية نجاح مصرية، ولسه القادم أعظم. ودلوقتي السوشيال ميديا مولعة ومليانة فيديوهات على تيك توك وإنستجرام وفيسبوك ويوتيوب، وناس عمالة تتسابق علشان تجرب المنتج المصري بتاعنا. يا ترى المنتج الجاي هيبقى عامل إزاي وهيبقى إيه نوعه؟ اكتب لنا في التعليقات.